اذا كاينه حاجه وحده راح نسير منها غادي تكون الموت. ابارسا ما كاين حتى حاجه مضمون. كلمات كيما راني نضمن المستقبل تاعي ولا هكا غادي نكون سيف ما عندهم حتى معنى، باسكو حتى واحد ما على بالو اذا غدا غادي نوض حي ولا لا. بصح هاد الحاجه ماشي معناتها ما نسعاوش ياك، وان ليس للانسان الا ما سعى. مالا كيفاش يكونوا هاد زوج صوالح في حياتنا في وقت واحد؟ وأن ليس للإنسان إلا ما سعى. العفسه سيكو دائما غادي يصرى سيناريو فيوتشر اللي ما تكونش تسنى ولا ما تكونش تخيلو، تكون باني في مخك باللي غادي يكون 1 2 3، بصح الترتيب تاعك دائما يجي غلط ويصرى واش ما كنتش متخيلو. دي فوا يصرى عفايس ماشي لوجيك اصلا، كما الحكايه تاع خالد بن الوليد. هو سعى لقتل رسول الله ولكن الله اراد به ان يكون سيف الله المسلول. كي نشوفوا فيلم ولا كتاب دائما يكون فيه دي بيرسوناج يتبدلوا وسط الحكايه مع العفايس اللي يفوتوا عليهم، اللي نسميوه كاركتر ديفلوبمنت ولا تطور شخصيه. خالد بن الوليد كان يسي الرسول صلى الله عليه وسلم، بصح مات وهو واحد من اعظم المسلمين في التاريخ. كيش استراك. اوكي نعطيو اكزومبل واحد اخر، واحد ما كانش يامن بربي اصلا. رافد كامل اللي زيد تاعو من الكتوبه تاع كارل ماركس، متاثر بالاشتراكيه ولا الكومونيزم. عبد الوهاب المسيري اللي جاوب بزاف شكوك على الدين، حتى بين ليله ونهار ديسيدا يعاود يولي لعقلو وكتب شحال من كتاب بين احتياج الانسان للدين كمرجع للاخلاق ويفرق به ما بين الصح والغلط ونقد الفكر المادي في المجتمع وكيفاش الانسان رد حياته مبنيه على فايس ماديه ويسمح في الجانب الروحي والعقدي تاعو اللي يحتاجه، حتى ولا ضايع وما على بالوش عاش هنا في هالدنيا. الموت والحياه ولا كيف عنده. ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم. شوف كيفاش تخممت هاد البنادم تبدل كومبليتمون في وقت قصير، من بنادم يعارض الدين لبنادم يبين الاهميه تاعو. على خاطر كاينه حاجه دائما تبدل اسمها القلب، عليها دائما نقولوا يا مثبت القلوب ثبت قلبي على دينك. وهنا عبد الوهاب المسيري سعى الى فصل الدين عن الدوله والافكار الاشتراكيه، صح النتيجه اللي وصل لها هي العكس. وراني سير باللي ما كانش متخيل باللي في الفيوتشر تخمام تاعو غادي تبدل كاع هكا. العفسه اللي انا حاب نوصلها هي انه الهويه تاعنا في فيوتشر مجهوله، باسكو التخمام تاعنا غادي توجور يتبدل، وكي التخمام تاعنا يتبدل مام لي ديسيزون تاعنا. وهادي عفسه شويه تخوف بلي انت غادي يجي نهار اللي تنسى روحك فيه، غادي يجي نهار اللي تسكريا فيه فيرسون جديده وديزيد جدود يدخلوا لمخك اللي ما كانوش من قبل. وهاد الحاجه تخلي الفيوتشر مجهول وحتى واحد ما يعرف كيفاش غادي يكون، كابابل يكون خير كابابل يكون بير على اللي كان. خوتي يعني نهضر مع روحي، كاين بزاف تاع الناس غادي يديروا دي شوا في حياتهم ومن بعد يبدلوهم، كيما واحد يختار عفسه في الجامعه ومن بعد ما يخدمش بها ولا يبدلها، ولا انسان يكون حاسب بلي غادي تكون في بلاد ومن بعد يروح لبلاد كاع واحده اخرى، يصيب روحو في انفيرونمون واحد اخر. باغ عندي بزاف صحابي اللي راحوا لبلاد واحده اخرى وكشغل بلاو حياتهم من جديد، لازم يعرفوا ناس جدد ولازم يعاودوا يكونوا راسهم. كيفاش المستقبل عفسه حتى واحد ما يقد يدوفيني واش غادي يصرى فيها، غير ربي اللي على بالو. وهنا يجي الدور تاع انك دير كونفيونس في ربي في الحاجه اللي راهو هو مختارها لك.